السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم على قناة أخبار مصر. ترك جثة نجل شيف مصري شهير يدرس عامل توصيل ويفر شهادة منطقة الشيخ زايد بالجيزة. حدث مريع أسفر عن مقتل عامل توصيل بعد ما دهست سيارة كانت بيقودها ناشل شيف مصري شهير. وأوضح أحمد وأوضح أحد شهود العينة في تصريحات العربية النت والحدث نت أن سيارة فرها كانت سير بسرعة جنونية على طريق وصل دهشور بمنطقة الشيخ زايد فصدمت عامل في العقد الثاني من عمر كان يقود دراجة نارية. كما أضاف أن الشاب توفي في الحالة بعد دهس ليتبين لاحق أن شابين نزلوا من السيارة، وعندما عملت بوفاة العامل أجرى أحدهم اتصالا هاتفيا وأشار إلى أن الشاب تحدث مع الوالد وأخبره بما حدث، ثم فر مع صديقه هاربين من المكان، إلا أن المفاجأة أتت عبر حضور الشهير إلى مكان الحادث خلال دقائق معدودة، ومؤكدة أن السيارة لنجلها، ثم استقل هو الآخر سيارته وغادر المكان بعدما عملت بوفاء الضحية. إلى ذلك أكد المصدر أن جسمان عامل الدليفري على الرصيف حتى وصل الشرطة لاحقا، وكذلك سيارة الإسعاف التي نقلت جسمانه إلى أحد المستشفيات الحكومية القريبة. هذا وأوضح أن نجل الشيف لم يصب بزي وكان بكامل وعيه عندما خرج من سيارته، مضيفا أن أحد من المرأة لم يتعرضون له.